الجزائر من تعادلين نقطتين، وأنجولا نقطة، وموريتانيا بدون رصيد، يلتقيان بعد قليل بمشيئة الله والتوفيق أيضا لمنتخب موريتانيا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. إثارة ما بعدها إثارة في كأس الأمم الإفريقية. المنتخب الجزائري العظيم صاحب التاريخ الكبير وصاحب هذه البطولة وبطل البطولة مرتين من قبل، اليوم يتعادل التعادل الثاني على التوالي مع منتخب بوركينا فاسو بعد مباراة ماراثونية صعبة بدنيا على لاعبي المنتخب الجزائري في أوقات عصيبة جدا، ولكن تعادل مثير في اللحظات الأخيرة ويبقي بقوة على أمال المنتخب الجزائري في التأهل. أعود إلى رفيق صيفي رفيق حليش، نقول تعادل جيد أسلج الصدور. أي نعم كنا نطمح وكان المنتخب الجزائري يطمح في الفوز في هذه المباراة، لكن المنتخب البوركينابي منتخب ليس بالسهل وفي ظروف صعبة، فالتعادل اليوم يعتبر نتيجة جيدة، أليس كذلك؟ أكيد التعادل والعودة مهم جدا معنويا، وقلنا حتى قبل الاستوديو أن تلعب أمام بوركينا فاسو، أول شيء تلعب أمام أرض وكأنك تلعب على أرضية ميدان وجمهوره. بوركينا فاسو على الكوت ديفوار تقريبا ما بين الحدود 300 متر ما بين، عندما تشوف يعني عدد الجماهير تقريبا 30,000 من بوركينابيين، هذا ما يدل على الدعم الجماهيري كان موجود بالنسبه لبوركينا فاسو. حتى اداء بوركينا فاسو قلناها، كل المواجهات اللي كانت ما بين الجزائر وبوركينا فاسو كانت دائما قويه وتنتهي كل المواجهات اللي كانت ما بين الجزائر وبوركينا فاسو كانت دائما قويه وتنتهي باثنين، بتعادل 2-2 1-1 2-1، دائما يعني النتائج كانت يعني مقتربه، يعني فرق صغيره. ولكن العوده المنتخب الجزائري راجع للتغييرات وتكلمنا عليه. التعداد البشري موجود، جوده اللاعبين موجوده في المنتخب الجزائري. أيوة. دائما عندنا يعني البديل، توظيف خيارات نظام اللعب وبداية المباراة دائما تكون مهمة وتفرق من مباراة إلى أخرى. يعني كل مباراة عندها عواملها، عندها ظروفها. مباراة ممكن يكون فيه لاعبين أكثر هجوميين، ممكن هم اللي يكونوا كأساسيين. كنا نتكلم ما بين شوطين. طيب يعني انت تقصد رفيق فضل. كنا نتكلم ما بين شوطين، يلزم لك لاعبين، لازم تعطي جنون للمباراة. لاعب بسرعة، انتعاش بدني، مراوغات، اختراق، سرعة، ولاعبين تكلمنا عليهم، لاعبين شبان تكلمنا على وناس وتكلمنا على عمورة، لاعبين يسار القامة، سرعة، جنون في اللعب، في الاختراق، من جانب الدفاعي ومن جانب الهجومي. هذول اللاعبين يعرفوا يدافعوا يعرفوا يهاجموا. والناس دخل زيادة عن هذا عمورة أعطى الإضافة بالسرعة للأمام، في المساحات على الأطراف، تغييرات حتى ولو بعد خروج بالليلي، تغييرات. عمورة رجع الجهة اليسرى، يعني دخول تغييرات أو الدكة الموجودة في المنتخب الجزائري هي اللي صنعت الفارق في 20 دقيقة الأخيرة. كنا ننتظر في المباراة الأولى، نعطيك مثال فقط، كنا ننتظر أن نشوف سليماني وبونجاح، واليوم شفنا سليماني وبونجاح حتى ولو ربع ساعة أو 10 دقائق. كنا ننتظر جنون المباراة دخول مع عمورة، دخل عمورة اليوم أعطى الإضافة. حتى طريقة اللعب، لعبنا انهينا المباراة بلاعبين اثنين في الارتكاز، الشايبي وزروقي، ولعبنا ب4 مهاجمين، يعني قادرين أن نبدأ مباراة ب4-4-2 أو 4-2-3-1. قادر تلعب بصانع لعب وراء المهاجم، قادر عمورة يكون وراء المهاجم، وعمورة يقدر، ميزة عمورة يلعب على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى، في الوسط. عمورة سم في المهاجمين زيادة أو إضافة على بونجاح اللي كان اليوم رجل المباراة الجانب الدفاعي، الجانب الهجومي، الجانب التهديف. اليوم بونجاح كان ممكن حتى يسجل هدف ثالث ورابع، ولكن نحتفظ بال20 دقيقة الأخيرة من حيث الروح، من حيث النجاعة الهجومية، ومن حيث والاندفاع البدني القوي، الاندفاع البدني والانضباط التكتيكي. حتى ولو لعبنا بلاعبين اثنين في الارتكاز، في بعض الأحيان كان دائما زروقي أمام الدفاع، وشايبي كان كصانع ألعاب كان دائما يساند في الهجوم. كملنا في بعض الفرص أو في بعض اللقطات تقريبا كنا ب4 مهاجمين وشايبي من وراء. تمام. هذه طبعا ضربة الجزاء التي كانت الهدف الثاني للمنتخب البوركينابي في هذه المباراة، وطبعا تقدم مرتين اليوم على المنتخب الجزائري الذي كما قال رفيق صيفي استفاق في 20 دقيقة الأخيرة استفاقة كبيرة، وظهرت طبعا نجاعته الهجومية بشكل كبير. إذن السؤال هنا لرفيق حليش، من خلال كلام رفيق صيفي ومن خلال سيناريو المباراة ومن خلال ما رأيناه في هذا اللقاء ومن خلال ما تحدثنا عليه قبل المباراة،
هل أخطأ جمال بن ماضي في التشكيلة من البداية أم لا؟ ما نقدرش نقول انه اخطا. عناصر اللي موجوده عنده هو ادرى بها، عناصر ذات خبره، اسماء كبيره، نتكلم على محرز، نتكلم على بالليلي، عنده ثقه كبيره فيهم، نتكلم على بونجاح مسجل الهدفين اليوم. هذه من الناحيه الهجوميه. دفاعيا الخط اللي يمكن نقول النقطه السلبيه اليوم، تلقى هدفين ماشي من عادته غير العاده، ولكن لازم يشتغل عليه كثير. الحين اصبح مشكله، تلقى هدفين مباراه واحده كثير. لكن انا نشوف تعامله جمال مع المباراه خاصه في الشوط الثاني كان جيد. التغييرات اللي قام بها، توقيتها مع بدايه الشوط الاول، ادخال عموره اولا وقبل كل شيء، التغيير في الخطه من 4-3-3 او 4-1-4-1 اللي هو يلعب بها كثير، تم تغييرها الى 4-4-2، يعني ضخ مهاجم ثاني كراس حربه ثاني مع بونجاح. يعني وذات خطه ذات نزعه هجوميه كثيره. تغييرات مع مرور الوقت، ادخال ادم الناس، ادخال كل من شايبي ايضا. يعني تغييراته كانت مميزه وجابت الاضافه شفناها، توقيتها ايضا. يعني كابتن، يعني لو بدأ بهذه الاسماء من البدايه، هذا هو السؤال المهم، لو بدأ جمال بن ماضي بهذه الاسماء من البدايه كانت الامور تكون افضل؟ يعني لو بدأ بشيبي من البدايه، لو بدأ بعموره من البدايه، كانت ممكن تكون الامور افضل. يمكن نفس ما صارتش، ما بداتش الفريق ما بداش بطريقه جيده، لكن انها بطريقه جيده. اهم شيء ان المدرب احسن التعامل مع المباراه. انا كنت نتمنى، انا قبل بدايه الاستوديو قلت لك انا كنت اتوقع دخول عموره من البدايات، وشفنا الاضافه اللي يجيبها عموره، يعني خاصه السرعه اللي تميز بها، خاصه الحيويه اللي يعطيها في الهجوم. تكلمنا ان شايبي يعطي الاضافه في دخوله، يمكن يبدا به كاساسي. عناصر شابه، عناصر عندها فنيات كبيره، عنده خيارات. جمال عنده خيارات كثيره. اخراج محرز اليوم نقطة جدا إيجابية، أدى اللي عليه طيلة ال 60 أو 65 دقيقة اللي لعبها، وتم تغييره، أدموا الناس في مركزه الحقيقي الجهة اليمنى. طيب، أدى الفارق. سأعود إليك بالتفصيل في هذه النقاط أنت ورفيق سيفي، لكن نتحول مشاهدينا إلى ملعب المباراة لنستمع ماذا قال نجم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح بعد. طبعا هذا كان لقاء مع بغداد بونجاح، طبعا نجم المباراة ولاعب المنتخب الجزائري والمتميز طبعا أيضا مع نادي الصد القطري. أتي إلى رفيق سيفي الحديث عن نقطة مهمة، وهي اليوم منتخب الجزائر وفي هذه البطولة 3 أهداف في طبعا في مباراتين، منهم ضربتي جزاء بسبب أخطاء أيضا دفاعية. تعقيبك على الدفاع الجزائري في المباراتين الأولى والثانية، مع العلم أن المنتخب الجزائري في التصفيات هو ثاني أقوى خطوط الدفاع بعد منتخب جنوب أفريقيا، فماذا حدث لمنتخب الجزائر دفاعيا في هذه البطولة حتى الآن، أو تقييمك للدفاع في هذه؟ هي أكيد أخطاء دفاعية، ومعنا مدافع في الاستوديو تاريخي. هي أخطاء دفاعية، يا إما في التواصل، يا إما تكلمنا على فرصة الهدف الأول. من المفروض أول شيء يطلع على حامل الكرة في أول هدف، تكون التغطية تواصل يعني وهذه ضربة الجزاء يعني صعبة بالنسبة لأيت نوري. كان ممكن يتفادى يعني هذه ضربة الجزاء، ولكن كان حاب يلعب بالكرة اللاعب ولعب رجل. نفس الأخطاء اللي يعني تقريبا من نفس خطأ الهدف يا رفيق، الكرات الطويلة في ظهر المدافعين، الرقابة غير موجودة، ولا يا رفيق أنت مدافع كبير؟ نفس الخطأ الهدف، نفس خطأ الأول، تغطية سيئة، المشكلة صح ولا؟ مباراة الجزائر مع بوركينا فاسو أدارها الحكم من جنوب أفريقيا توم أبونجيل. هذه المباراة برز فيها التعاون فيما بين غرفة الفار وحكم المباراة. ده هنشوفه من خلال 3 حالات تم رصدها في هذه المباراة. نشوف مع بعض الحالة الأولى، وهي حالة هدف بوركينا فاسو الذي تم تسجيله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع. كان هناك شك كبير في أن هناك تسلل أم لا، حسم الأمر تقنية التسلل، وبالتالي ننتظر هذه اللقطة لنعلن عن صحة الهدف كما أعلن عنه حكم المباراة. هنشوف مع بعض اللقطة خلاص، طالما عندنا الخط الأزرق قدام، وهي المقارنة بين كتف اللاعب وقدم المدافع، وبالتالي قرار الحكام كان القرار الصحيح.
الحالة الثانية كانت في الدقيقة 66، وهنا تدخل حكم الفار لاحتساب ركلة جزاء لم يعلن عنها حكم المباراة في الملعب. نشوف مع بعض مدى صحة قرار حكم الفار في هذه الحالة. هذه الحالة قدامنا وادي الهجمة، وهنشوف هنا هيحصل صدام وسقوط ويستمر اللعب، وحكم المباراة يسمح باستمرار اللعب، وأيضا بذكاء من الحكم يوقف المباراة وهي في نصف الملعب، ويعود إلى تقنية الفار التي تقرر أن بالفعل هناك ركل، والركل واضح. أدي المهاجم وأدي المدافع، لم يلمس المدافع الكرة، وبالتالي ركلة الجزاء كانت صحيحة بعدما تدخل حكم الفار. اللقطة الأخيرة أو الحالة الأخيرة كانت في الدقيقة 87، وكان هناك شك في لمسة يد. هنشوف مع بعض أيضا الحالة، وأعتقد هنا اتفق حكم المباراة مع حكم الفار على عدم وجود مخالفة. نشوف مع بعض اللعبة ونشوف هل لمسة اليد كانت متعمدة أم لا. أدي الكرة وأدي لمسة اليد مع المدافع اللي تحصل عليها، بالفعل حصل لمس، ولكن خلينا نشوف أين كانت يد اللاعب. يد اللاعب كانت بالقرب من جسمه وهو يحاول أن يبتعد بيده، ولكنها لمست الكرة، وبالتالي لا توجد ركلة جزاء في هذه الحالة. ده كان كل اللي عندنا فيما يتعلق